ماشي. دكتور، بالنسبة لعزوف المواطنين عن الانتخابات تفسروا بيه؟ احنا رصدنا فكرة العزوف وقسمناها لجزئين، في جزء عزف عن المشاركة وفي جزء قاطع المشاركة. بالنسبة للجزء اللي قاطع، هناك جزئين، في ناس عزفت وفي ناس قاطعت. الجزء المقاطع الانتخابات هي دعوات اطلقتها جماعة الاخوان المسلمين لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، محاولة لهدم شرعية البرلمان، وهناك مجموعة من الشباب ايدوهم في ذلك. اما من عزف عن المشاركة السياسية فكان السبب في ذلك هو الاحباط الذي عانى منه الشباب في خلال الفترة اللي فاتت، بعض التشويه الاعلامي، بعض سقوط الاقنعة من الرموز اللي هم كانوا بيدعموهم الشباب وبأيدوهم وكانوا يتخيلون انهم ايقونة الثورة المصرية. ايضا هناك ارهاب وعنف مورس في الفتره اللي فاتت ادى الى تخويف المواطنين على المشاركه في العمليه السياسيه. ايضا هناك تشويه وصوره مشوشه لدى الناخبين حول المرشحين، في دوائر الناخبين مش عارفه مين المرشحين ومش عارفه يدوا صوتهم لمين ولا عارفه القوائم الانتخابيه. كل هذه العوامل هي عوامل كل عامل منها منفرد هو صغير، ولكن اذا جمعت كل هذه العوامل جنب بعض بتعطي عامل كبير يؤدي الى ضعف المشاركه السياسيه. فاذا اجريت الانتخابات البرلمانيه المصريه في ظل ظروف عاديه ولا توجد مقاطعات تبقى النسبه ضعيفه، اما عندما تجرى الانتخابات في ظل هذه الظروف وتطلع ما بين ال 26 ل 28%، اعتقد انها نسبه جيده جدا في ظل الظروف المحيطه بالبيئه الانتخابيه المصريه. حضرتك ذكرت ان في تقصير من الحكومه بالنسبه للتوعيه. هو مش دور الحكومه ان هو يوعي اساسا، انا ما قلتش ان الحكومه مقصره، هو التوعيه مش دور حكومه، التوعيه دور المرشحين اللي خاضوا الانتخابات. كان ابسط حاجه ان هو ينزل للناخبين اللي المفروض عايز اصواتهم علشان يوعيهم وعلشان يعرض عليهم من برنامجهم. المجتمع المدني سواء كان احزاب سياسيه او سواء كان منظمات حقوقيه، المفروض ان هذه الاحزاب وهذه المنظمات ان هي تقوم بدور التوعيه. اللجنه العليا هي بتعمل توعيه، ولكن توعيتها كانت ضعيفه في هذه المرحله، لان هي المفروض تقول للناس ايه هي اجراءات العمليه الانتخابيه. شكرا.